هو ده البيت؟ انتوا متأكدين؟ هو يا ريماس هو البيت. تعالي ندخل نشوف بقى، بس شكله حلو قوي. شايفين كل حاجة بالبينك، شكلها خطير. تعالوا ندخل بقى، زماننا ده مستنيانا. يلا بينا. طب ايه هي فين؟ ايه ده؟ هو ده محل حلويات ده ولا ايه؟ وايه كل التورت والجاتوهات دي؟ قولي ما شاء الله. في ايه؟ عادي، هي عاملة حفلة فطبيعي ان يبقى فيه الحاجات دي. انا شايفة كده بصراحة. انتي متضايقة منها ليه بس يا ريماس؟ قولي. انا مش متضايقة ولا حاجة، انا بس مستغربة الكمية والحاجات. قولي برضو ما شاء الله. تعالي نشوف هي فين ندى. اهي واقفة هناك اهي. يا ندى ندى، اصحابي ازيكوا عاملين ايه؟ وحشتوني قوي. ايه رأيكم في الحفلة؟ حلوة؟ جميلة جدا، تحفة، جميلة خالص يا ندوش. ماشي، مش بطالة، بس يعني انتي مش شايفة انك مقفورة شوية؟ مقفورة في ايه يا ريماس؟ مش فاهمة يعني. مقفورة في التورت والجاتوهات ومنظر البيت. هو ده فرحك ولا ايه؟ فرحي؟ لا مش فرحي، بس انا بحب لما ابسط نفسي بجد. ماشي براحتك. ما خلاص بقى يا ريماس، في ايه؟ انتي بتعملي كده ليه؟ ما تسيبي البنت تفرح. طب تعالوا افرجكوا بقى على باقي البيت. ايه رأيكم؟ البيت كله بينك، جميل قوي يا ندوش. تعالي يلا ورينا. بصوا، دي الجنينة بتاعتي اللي انا بقعد فيها. الله، خطيرة. خدي اشربي حاجة. جميلة قوي يا ندوش. كمان عندك جنينة؟ يعني حاجة غريبة جدا. مش فاهمة يا رماس، يعني ايه حاجة غريبة جدا؟ لا يعني كتير شوية، مش ملاحظة ان كل حاجة عندك اوفر؟ اعمل ايه يعني؟ مش فاهمة. لا ولا حاجة. بعد اذنكم يا جماعة، انا هروح بس في حتة وجاية على طول، مش هتأخر عليكم. هو ايه ده؟ انا مش فاهمة هي مالها دي بتتكلم كده ليه؟ انا عملت لها ايه؟ انا مالي؟ انا طبيعي، انا بتبسط كده. البيت كله بالبنك، ايه المشكلة؟ ولا حتى البيت كبير؟ بجد ما بحبش الطريقة دي. انا عارفة ان طول عمرها ريماس ما بتحبنيش، بس مش للدرجة دي يعني. جاي تنكد عليا في اليوم عيد ميلادي؟ لا مش من حقك يا ريماس، بصراحة طريقتك مش حلوة خالص. ليه؟ انا طريقتي عملت ايه بقى؟ انتي عارفة يا ريماس كويس قوي ان طريقتك وحشة جدا، وانك قصدك تضايقي ندى، والنهارده يوم عيد ميلادها، فبلاش تركزي عليها يعني في يوم زي ده. خلاص يا جماعة، حقكوا عليا. خلاص انا هروح اتأسف لها. يلا بينا كلنا. ما تزعليش مني يا ندى، انا ما كانش قصدي حاجة، بس انا كنت مستغربة بس. لا ولا يهمك يا ريماس، خلاص مفيش حاجة. ايوه كده، يلا بقى نتبسط. فين الاغاني؟ وعايزين نتبسط، يلا. هنتبسط، بس ايه رأيكم في البيت بقى بجد؟ يعني قولوا رأيكم بجد، عشان انا تعبت في الديكور قوي. خطير يا ندوش والله، كل حاجة تحفة، حتى انت شكلك زي القمر. جميل يا ندى، حلوة قوي. طب تعالوا بقى يلا نطلع الدور التاني، نقعد فوق. ايه ده كمان؟ هو لسه في دور تاني؟ يا ريماس، عايزة تطلعي ولا عايزة تفضلي هنا؟ لا هاجي معاكم، هقعد هنا اعمل ايه؟ طب يلا. كمان عندك اسانسير؟ انا مش هتكلم. تعالوا بقى يلا تعالوا. انتي مش واخدة بالك يا سما ان هي مقفورة شوية؟ مقفورة في ايه يا ريماس؟ انا مش فاهمة حاجة. يعني في اسانسير كمان في البيت، يعني حاجة غريبة جدا. ايه المشكلة لما يبقى فيها اسانسير؟ تعمل ايه يعني؟ تخلي نفسها تروح تعيش في منطقة فقيرة عشان خاطر ما يبقاش في اسانسير في البيت؟ لا هي قصدة كده، هي شكلها قصدة تعزمنا عشان تبين لنا قد ايه هي غنية، وان احنا يعني فقراء. يا بنتي ايه العلاقة؟ هي اتولدت لقيت نفسها كده، تعمل ايه يعني؟ لا ما تعملش حاجة.
تعالوا يلا بوريكم باقي البيت. بصوا التلاجة البينك كمان، اول مرة اشوف تلاجة بينك، اول مرة يعني. غريبة جدا التلاجة البينك دي. اعرف في تلاجة لونها ابيض، لونها اسمر. عادي يا ريماس، في ايه؟ ما هي في تلاجة بينك اهي، سهلة يعني. ماشي، تعالوا نشوف باقي البيت عشان خلاص الواحد جاب اخره من الاستفزاز بتقولي حاجة يا ريماس؟ لا ولا حاجة، انا بقول يلا ورينا باقي البيت. تعالوا بقى بصوا هنا، دي التسريحة بتاعتي، بحط هنا ميك اب. بصي حاطة كل الميك اب بالبينك. جميل جدا كل الميك اب بالبينك. وهنا برضو بطبخ، مش بطبخ قوي يعني بصراحة، انا بقعد اعمل كيكات وحاجات. طبعا زمان اكلك يعني خطير، مش هتكلم. عندك حق، هو فعلا بيبقى حلو يا رميس. بصوا بقى الأوضة بتاعتي آخر حاجة. جميلة يا ندوش، ما شاء الله. ربنا يهنيكي يا حبيبتي، وكل سنة وانتي طيبة. وانتي طيبة يا حبيبتي. ورينا بقى الأوضة كده. مش بطالة يعني. يعني ايه مش بطالة يا رماس؟ الأوضة جميلة جدا. يا رماس في ايه؟ انتي كلامك غريب. رماس اهدي شوية عشان باين قوي انك متضايقة منها. انا هتضايق منها ليه يعني؟ كل كلامك ان هي مقفرة وعندها حاجات كتير ومش عارفة ايه، يعني اهدي شوية، ما ينفعش كده. لا انا بتكلم عادي بس مستغربة. لا ما تستغربيش يا ريماس، وانا والله يعني انا مش قصدي اي حاجة، انا بفرجكوا البيت عادي عشان انا مبسوطة. ماشي. عموما يعني كل سنة وانتي طيبة. احنا يعني اتبسطنا خالص انك بتورينا بيتك الجميل ده. يلا مش كفاية كده؟ يلا نروح بقى. ما لسه بدري، هو انتوا لحقتوا تاكلوا حاجة ولا تعملوا حاجة؟ لا معلش، اصل خلاص كفاية يعني كده، اتفرجنا على البيت كله. ماشي خلاص، براحتكم، مع السلامة.